نرحب فيكم جميعا. طبعا هاي الورشة فينا نعتبرها هي الورشة الأولى اللي تهدف إلى تشكيل أو تفعيل اللجان البيئية ضمن المدارس تحت شعار مدرسة بيئية مجتمع بيئي. كون القضايا الإيكولوجية انطرحت ب 200 سنة الآخريات. ليش؟ 200 سنة الآخريات كون شافوا أضرار كثير كبيرة الإنسان عم يقوم فيها نتيجة نشاطاته. هالنشاطات اللي عم يقوم فيها عم يخرب البيئة. هو برنامج تعليمي يعمل تحت إدارة لجنة المدارس البيئية، ويقوم هذا البرنامج بتوجيه كافة فرق عمل الطلاب داخل المدرسة طوال مسيرتهم، والتي تهدف إلى مواصلة تحقيق الأداء المعزز عبر تعزيز وتقديم إطار عمل يمكنهم من تحقيق هذه المبادئ وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف مناحي الحياة المدرسية الأساسية. ويتسم هذا البرنامج بالمرونة، وهذا الشيء أهم شيء بإنشاء أي برنامج ضمن المدارس البيئية. هلا عمود يقام مشروع ديري، هالمناطق هاي كلها انشأنا مشاكل فيها، وفي لنا توزيع كمتطوعين فيها. انه هلا موسم التقليم، كل واحد من عندكم يشرح له عمليه التقليم، انه يجيبوا اقلام من عندكم البيت، فرح تلاقي رح تجيك انواع من الاشجار يمكن انت ما كنت متخيلها انها موجوده كمان، احتمال تكون نسبه قليله كمان. هي دقة، يعني هون عينين 3 4 بدك تحاول تقص بشكل مائل دائما من فوق. حصلت على قلم، القلم لازم يكون العين مرفوع لفوق، يعني وجه العين لفوق، محل ما قصيت منه هذا بالارض، بس على شكل كيف ما قصيتها من شجر القلم بالارض.